في الحلقة الماضية لما تعرضنا لأمثلة النون الساكنة والتنوين، آه، يعني نريد أن نتعمق أيضا في المطلوب عمله في عند نطق الإنسان للإخفاء. نرى اللوحة التالية التي تبين لنا المطلوب عمله عند نطق النون أو عند النطق بالنون المخفى. يعني شو المطلوب مني؟ أنا الآن بدي أنطق نون مخفى، شو المطلوب مني؟ لاحظوا الصورة التي أمامكم ولاحظوا المكتوب على يمين اللوحة. أولا المطلوب من القارئ تهيئة الفم على مخرج الحرف الآتي. ما المثال الذي أمامنا؟ هو عند التاء والدال. إذن اللسان هنا شكله عند إخفاء النون عند دال أو تاء، مثل من تاب أو من دوني. لاحظوا بأن طرف اللسان قريب من الحنك من منبت الأسنان العليا، لكنه لا يلامسها. ما في تلامس ولا في إقفال للمخرج، لأن ما في قرع. هي بالعبارة الأخرى نقول ما في قرع، ما نقول من تاب. من تاب هذا كأن النون قد ظهرت، هذا ما يصح. من دوني هذا أيضا ما يصح، لابد أن يبقى فجوة. نبه على هذا الشيوخ المعاصرون، ونبه عليه أيضا الإمامنا الذي يعني نسند القراءة من خلاله ابن البنا الدمياطي رحمه الله في كتابه إتحاف فضلاء البشر في القراءات ال14. إذن لابد أن أهيئ الفم على مخرج الحرف الآتي. الآن أنا بدي أخفي نون عند الدال أو عند التاء، بدي أقول من تاب إذن أنا هيأت فمي. طب شو المرحلة الثانية؟ نلاحظ على اللوحة يصاحب ذلك، يعني يصاحب هذه التهيئة غنة كاملة الطول من الخيشوم. من هذه الأسهم الكبيرة التي ترونها تظهر من الوترين الصوتيين وتمر عبر الخيشوم إلى أن تخرج من فتحتي الأنف، هي كناية عن صوت الغنة. من إذن لساني قريب من مخرج الدال، قريب من مخرج التاء، وفي صوت من الخيشوم، غنة كاملة الطول. أيضا ماذا يوجد؟ نلاحظ الآن ويصاحبه أيضا، إذن يصاحب صوت الغنة صويت من الفم بسبب عدم انغلاق مخرج النون. مخرج النون ما عاد استعملناه، نحن الآن انتقلنا لمخرج قرب الدال، قرب التاء اللي هو الجزء اللساني. لاحظتم لما قلنا صويت جعلنا الأسهم، أترون الآن الأسهم الصغيرة التي ظهرت في اللوحة وهي تتحرك؟ الأسهم الصغيرة تعبر عن الصويت الفموي، وجعلناها صغيرة الحجم لنبين أن هذا الصوت إذا ما قورن بصوت الغنة من الخيشوم فهو ضئيل، موجود لكنه ضئيل إذا ما قورن بالصوت الخيشومي الذي هو الغنة. السطر الأخير من الكتابة نقول إلا في القاف والكاف لكمال الانغلاق عندهما. هذا ذكرته لكم في الحلقة الماضية، بينا بأنه في القاف والكاف ما في صويت فموي. إذن الصويت الفموي هذا نراه في الحروف، حروف الإخفاء. طبعا حروف الإخفاء كما ذكرنا في الحلقة الماضية 15 حرفا، في حرفين منهم في 13 حرف منهم في صويت فموي مع الحرف، إلا القاف والكاف، لأنه النون من فين؟ النون من طرف اللسان أمام، والقاف والكاف فين مخرجهم؟ في مؤخر اللسان. لذلك لما ننطق نونا مخفى عند قاف مثل من قا، من أقصى اللسان اللي هو مخرج القاف، ينقفل تماما ويلامس الحنك اللحمي، فما بيعود في صوت يمر من هنا. هذا الأمر سنشرحه من خلال اللوحات بعد الفاصل، فانتظرونا. بارك الله فيكم.